بابا مش عايز تاخد اجازة يوم عشان تخرجنا وتقضي معانا اليوم كله؟ طيب ما انا باخد اجازه يوم الجمعه. مش كفاية يا بابا، عايزين يوم كمان. احنا مش بنقعد معاك كتير لان انت معظم الوقت بره. طب ما تيتا بتحكي لكم حكايات وبتسليكم. بس مش بتحب تخرج قوي معانا. خلاص ما تزعلوش، هفضي نفسي يوم واخرجكم. هنطلع بقى ننام عشان نلحق تيتا، عشان ممكن تنام وانا بحب اسمع الحكايات بتاعتها. طيب بقول لكم ايه، هي تيتا بتقول لكم عليا حاجه؟ لا يا بابا ما تخافش، مش بتقول حاجة. ولو هتقول يعني يا بابا اكيد مش هتقول قدامنا عشان هتعرف ان احنا هنقولك. ماشي، ربنا يهديك يا حماتي. يلا يا بابا تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا حبيبتي. تصبح على خير يا بابا. وانت من اهل الخير يا حبيبتي. تيتا احنا جينا عشان ننام جنبك عشان تحكي لنا حكايات. يا بنات الوقت متأخر، ناموا بقى. ما ينفعش ننام من غير حكاياتك يا تيتا، ده احنا ما صدقنا ان انت وافقتي تيجي تعيشي معانا. يلا يا تيتا احكي لنا حكايه. أمر لله، تعالوا يلا اقعدوا جنبي، بس قولوا لي الأول، بابا قال لكم حاجة عليا؟ أصلا أنا كنت عارفة كان بيتخنق مني. لا يا تيتا بالعكس، ده بابا بيحبك. وبعدين يا تيتا لو بابا عايز يقول حاجه هيقول لنا، ما هو عارف ان احنا هنقولك. أيوة صح، ده انتوا حبايب قلبي اللي ما بتخبوش عليا حاجة. الساعه بقت 7، اكيد بابا صحي دلوقتي عشان يروح الشغل. اهلا اهلا، صباح الخير يا حبيبه بابا. انت برضو صحيتي بدري؟ بحب اشوفك واسلم عليك قبل ما تروح الشغل، وكمان لو عايز نحضر لك الفطار ممكن اساعدك. انت هتساعديني؟ طب ساعدي نفسك الاول. انت يا دوب اكتر حاجه تعمليها بتسخني السندوتشات في الميكرويف. اعتمد عليا وما تقلقش يا بابا. طيب تعالي ننزل المطبخ، اقفي معايا وانا بعمل القهوه. طيب ما تسيبني انا اعمل لك القهوه، ده هتطلع مظبوطه جدا. يا سلام، زي المره اللي فاتت القهوه طلعت بايظه وزعلت لما قلتلك مش حلوه. لا يا بابا، ما هو انا اتعلمت طريقه القهوه من النت عشان اعرف اعملها لك يا بابا. لا لا متشكر، تعالي يلا اقفي معايا من المطبخ سليني. حاضر يا بابا، يلا على المطبخ. يا حبيبتي يا فريده، انت ورنا، انتوا اغلى حاجه عندي في الدنيا دي كلها، اغلى حتى من نور عيني اللي بشوف بيها. عرفتي بقى القهوه بتتعمل ازاي؟ ايوه يا بابا، انا بقى اللي هعملها لك المره الجايه. ماشي. بابا انا عايزه اتدرب ملاكمه. ملاكمه؟ ايوه يا بابا، عشان اكون قويه، عشان لما حد يضربني اضربه بالبوكس، اوقع له اسنانه زي اللي بشوفهم في التلفزيون. ده انت مفتريه بقى. اصلا انا كنت مرعوبه لو الولد اللي في النادي ده ضربني. ماشي، بس ممكن تتدربي حاجه تانية، كاراتيه، كونغ فو، لكن ملاكمه؟ ايوه عشان يكون عندي عضلات قويه. ماشي يا حبيبتي، نبقى نتكلم في الكلام ده بعدين. يلا بقى انا هقوم عشان ما اتاخرش. يلا بقى اطلعي كملي نوم، لسه بدري. ماشي يا بابا، بس بقول لك حاجه مهمه، لازم تفضي نفسك يوم عشان نخرج مع بعض نقضيه كله من الاول، نروح النادي ونروح المول ونتغدى ونتعشى بره. كل ده حاضر يا ستي، يلا سلام. مع السلامه يا بابا، لازم فعلا اتدرب بوكس. ها حلوه قوي اللعبه دي. اصحابي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص رمضان بيخلص وكل سنه وانتم طيبين، وكنا مع بعض طول الشهر، فرحتوني بكلامكم الجميل ولايكاتكم، وعايزه اقول لكم ان انا فرحانه بيكم جدا جدا، وكلامكم الجميل بيرفع معنوياتي وبيخليني استمر. وبشكر كل حد اشترك في القناه ونورني، ويا رب ان شاء الله السنه اللي جايه في رمضان نكون مكملين مع بعض. بشكركم من كل قلبي يا كل حبايبي، ويا ريت بقى كل اللي يتفرج على الفيديو يعمل لايك، لان انتوا خلاص ما بقيتوش بتوصلوني ال1000 لايك ولا اي حاجه. كسلانين بقى ولا ايه؟ يعني مش عارفين تعملوا لايك؟ ده تحت الفيديو، يعني مش هتاخدوا تاكسي وتروحوا ولا هترجعوا ولا حاجه. يلا بقى دلوقتي اعملوا لايك، لو ما وصلتوش الفيديو ده ل1000 لايك مش هكمل لكم باقي الاجزاء. كل سنه وانتوا طيبين، اسيبكم بقى تكملوا الفيديو. يلا يا فريده، تيتا صحيت وبتحضر لنا الفطار. عارفه يا رنا، انا صحيت بدري قبل ما بابا يروح الشغل، ونزلت معاه المطبخ وقلت له ان انا عايزه اتدرب ملاكمه عشان اي حد يضربني اضربه بالبوكس. يا نهار ابيض، دي لعبه صعبه قوي. تخيلي بقى وانت بتتدربي اخدتي بوكس في وشك، هيحصل لك ايه؟ ما هو انا هتدرب كويس واكون قويه عشان ما فيش حد يعرف يضربني بالبوكس ويطلع لي عضلات. عضلات؟ هو انت ولد؟ الولاد والرجاله بس اللي بيبقى عندهم عضلات، لكن احنا بنات شكلنا كيوت. بس برضو لازم نتعلم لعبه ندافع بيها عن نفسنا. طيب يلا ننزل عند تيتا. تخيلي يا تيتا، فريدة عايزة تتدرب ملاكمة. دي لعبة الولاد، هو انت ولد؟ يا تيتا ما انا كنت هتضرب، عشان كده عايزة اتعلم عشان اضرب بالبوكس. طب اتدربي كاراتيه ولا حاجة تانية مناسبة للبنات؟
اللعبة دي هتخلي عندك عضلات ويبقى شكلك ضخم. بس هبقى قوية وكل الناس تخاف مني. كل الناس هتخاف منك، ده انت صغيرة قد كده. ما أنا أكيد هكبر يا تيتا ويبقى عندي عضلات كبيرة. إيه ده عشان بيتدرب ملاكمة ما خافش من الولد اللي كان عايز يضربني وكان رايح عشان يضربه ودافع عني. أنا بقى لو اتعلمت اللعبة دي هبقى قوية وممكن أدافع عن أي حد. بقولك إيه يا فريدة، إحنا يا حبيبتي آخرنا نلعب بالعجلة والسكوتر. طب يلا كلوا وقوموا العبوا شوية. صباح الخير يا ماما. أهلا، صباح الخير يا إياد. يلا يا حبيبي عشان تفطر. حاضر يا ماما، بس قوليلي الأول إيه رأيك في عضلاتي؟ كبرت صح؟ شايفة العضلات الجامدة؟ أيوة ما شاء الله كبرت شوية. لما تتدرب أكتر عضلاتك هتكبر أكتر وهتبقى أقوى، مع إن لو لعبت معاك هكسبك وهديك بوكس جامد. لا يا ماما مستحيل، ده أنا بتدرب بقالي كتير. هكسبك يعني هكسبك. لا خلاص أنا خفت بقى، يلا نقعد نفطر. حاضر يا ماما، بس اعملي لي أكل كتير عشان عضلاتي تكبر بسرعة أكتر وأكتر. حاضر يا إياد يا حبيبي. يلا بينا يا ماما، أنا جاهز للتمرين. ماشي، هسيبك في النادي واروح اعمل شوبينج وابقى ارجع اخدك. ماشي يا ماما، يلا بينا. يلا بقى روح التمرين بتاعك وانا اما اخلص هرجع اخدك. ماشي يا ماما. في ايه مالك واقف بتدور كده كأنك بتدور على حد؟ بشوف فريدة ورنا يا ماما جم النهارده ولا لا، بدل ما يجوا وفي حد يرخم عليهم عشان هما بيجوا لوحدهم. ما هم قالوا مش بيجوا كل يوم، يعني ممكن نقابلهم وممكن لا. بجد صعبوا عليا قوي عشان فقدوا مامتهم. يلا بقى روح التمرين بتاعك بدل الكابتن ما يقول انك اتأخرت. ماشي يا ماما، سلام. تيتا حبيبتي، احنا بنحبك قوي يا تيتا. وانا كمان بحبكم، بس قولوا من الاخر عايزين ايه؟ عايزينك تودينا النادي يا تيتا، ايه رايك؟ لا، النادي انتوا بتدوخوني هناك وبتتعبوني. طيب عايزين نخرج يا تيتا. انا فعلا خارجه وهاخدكم معايا. بجد يا تيتا؟ هنروح فين؟ هنروح عند تيتا نادية بنت خالتي، ما شفتهاش من زمان وهنروح نزورها. ايه ده بقى يا تيتا؟ مفيش حاجه هناك مسليه والعاده بتبقى ممله. ايوه يا تيتا، عشان انتي وتيتا نادية بتتكلموا مع بعض في كلام كبير وبتسيبونا قاعدين. لا، ما هي بنتها اللي مسافره رجعت من بره ومعاها البيبي الصغير. بجد؟ البيبي معاذ؟ ماشي يا تيتا، هنروح معاكي هنلعب معاه. طيب يلا بينا عشان نخرج. ايوه يا نادر. ايوه يا حماتي، خير في حاجه؟ انا هاخد البنات ونخرج، هروح عند نادية اختي. ما هم البنات يا طنط بيزهقوا لما بيروحوا هناك. لا، ما هي بنتها رجعت من السفر ومعاها البيبي وهما مبسوطين وفرحانين عشان هيلعبوا معاه. بجد؟ طيب كويس، سلمي لي عليها. الله يسلمك، يلا مع السلامه. مع السلامه يا حماتي. فريده، رنا، وحشتوني يا حبايبي. وانت كمان وحشتنا يا بابا. قولوا لي اتبسطتوا النهارده عند تيتا ناديه؟ ايوه يا بابا اتبسطنا جدا، لعبت مع البيبي كتير. طنط سمر بنت تيتا نادية جابت لنا هدايا كتير يا بابا. بجد؟ طيب كويس، اكيد الهدايا عجبتكم، شكلكم مبسوطين. ايوه يا بابا، جابت لي حاجات كتير بحبها. طيب قولوا لي، اتعشيتوا؟ ايوه اتعشينا مع تيتا وبعد كده طلعت تنام واحنا فضلنا صاحيين بنتفرج على الهدايا وبنلعب بيها. ماشي، عندي ليكم بقى مفاجاه حلوه. انا اخدت اليوم بكره كله اجازه من شغلي عشان افسحكم واخرجكم واعمل لكم اللي انتوا عايزينه. يعيش بابا يعيش بابا. بكره بقى هنقول لتيتا عشان تخرج معانا هي كمان، يا ريت توافق. خلاص اقنعوها، يلا بقى اطلعوا ناموا، وانا كمان مرهق جدا وعايزه انام. طيب مش هتتعشى يا بابا؟ لا، اتعشيت في الشركه. ماشي يا بابا، تصبح على خير. تصبح على خير يا بابا. وانتوا من اهل الخير يا حبايبي. صباح الخير يا تيتا. صباح الخير يا تيتا. صباح الخير يا بنات، ايه اللي مصحيكم بدري كده؟ عشان بابا اخد اجازه ووعدنا انه هيقضي معانا اليوم كله ونخرج، وانت كمان لازم تخرجي معانا يا تيتا. لا، انتوا هتقضوا اليوم كله بره وانا ما اقدرش على كده. اخرجوا انتوا وتفسحوا مع بابا وانا هروح عند نادية اختي. تاني يا تيتا؟ ما احنا كنا عندها امبارح. ما هي سمر هتقعد كام يوم وهتسافر، فرصة بقى اقعد معاهم. خساره بجد، كنا عايزينك تخرجي معانا يا تيتا. معلش بقى اخرجوا انتوا والمرة الجاية هبقى اخرج معاكم. يلا بقى تعالوا نحضر الفطار بما ان بابا موجود اجازة ونفطر كلنا مع بعض في الجنينة. يلا بينا. ربنا يسعدكم ويفرحكم يا بناتي. يا رنا، يا فريده، يلا يا بنات، هستناكم في العربيه بره، انجزوا. عايزين تروحوا فين بقى؟ ودينا المول الاول يا بابا وبعد كده النادي. حاضر. يلا انزلوا يا حبايبي.
انا هقعد بقى هنا على الكافيه اشرب القهوه وانتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. ماشي يا بابا. يلا يا رنا، تعالي ناخد فشار عشان نتسلى واحنا ماشيين. احسن حاجه هم يلفوا براحتهم وانا اقعد اشرب القهوه بتاعتي. اياد، انت تعبتني معاك ومش عارفه لحد دلوقتي انت عايز ايه. المحل قدامك اهو، واشتري اللي انت عايزه، ولو مش عاجبك حاجه نشوف محل تاني. انت دوختني. معلش يا ماما، انا عارف انك تعبت معايا، بس انا ما لقيتش اللي انا عايزه هنا، هروح محل تاني. طيب خلاص، انا هنزل اشرب فنجان قهوه وانت دور على اللي انت عايزه براحتك. ماشي يا ماما، فكره كويسه برضو. لو سمحت، عايزه فنجان قهوه. ايه ده؟ مش اللي ماشيه دي لميا عبد الرحيم؟ انا هقول لميا، ولو ردت يبقى هي لميا. يا لميا. ايه ده؟ مين اللي بينادي عليا؟ ايه ده؟ نادر حمزاوي؟ مش معقول، انا مش مصدق بعد السنين دي كلها. ازيك يا لميا؟ ازيك يا نادر؟ اخبارك ايه؟ ياه، سنين كتير. انا فاكر لحد دلوقتي يا لميا من واحنا صغيرين، واحنا جيران في الشارع وبنلعب، ودخلنا المدرسه مع بعض، وكنا ناويين ندخل كليه واحده، بس للاسف بقى انتوا اتنقلتوا مكان تاني بعيد عننا، وبعد كده معرفناش عنكم حاجه، وزعلت جدا لما انتوا مشيتوا. انا كمان كنت زعلانه جدا عشان مشينا من الشارع، بس وقتها بقى شغل بابا هو اللي كان متحكم، كان لازم نمشي معاه. بس ايه الصدفه الغريبه دي؟ بعد السنين دي كلها نتقابل هنا. ايوه، شفتي صدفه غريبه. اتفضلي اقعدي بقى نشرب القهوه مع بعض، بس قولي لي بتعملي ايه هنا؟ جايه انا وابني طبعا، بيدور على حاجه في الكمبيوتر ومدوخني معاه، سبته بقى وقلت انزل افصل شويه واشرب فنجان قهوه. المفروض بقى طالما بيدوخك تسيبيه لباباه هو اللي ينزل معاه. لا، ما هو بابا بقى الله يرحمه مات وهو لسه بيبي، ملحقش يشوفه. يا خبر، انا اسف جدا، معلش ما اقصدش انك تتضايقي. لا عادي، حصل خير. المهم، انت اخبارك ايه وبتعمل ايه هنا؟ جيت مع البنات يا ستي، بقالهم فتره عايزيني اخد اجازه من شغلي واقعد معاهم، هوديهم النادي واجيبهم هنا المول وافسحهم واكلهم بره كمان. ما شاء الله عندك بنات، ربنا يخليهم لك. عايزه اتعرف عليهم هم ومامتهم. للاسف ماتت من 3 سنين. معلش انا اسفه اني فكرتك. لا لا عادي، الحمد لله على كل شيء. هي ماما فين؟ قالت لي انها هتشرب قهوه، اكيد هناك عند الكافيه. ماما، اهو اياد ابني، تعالى يا اياد. ماما انا لقيت اللي بدور عليه. طيب مش تسلم الاول على عمو نادر؟ اهلا، ازيك يا عمو نادر؟ انا بس اول مره اشوف حضرتك. اهلا يا اياد، ازيك؟ انا مبسوط ان انا شفتك يا حبيبي. على فكره، اياد بيلعب ملاكمه وبيضرب بالبوكس وشاطر جدا، وان شاء الله هياخد البطوله. بجد؟ ما شاء الله، ان شاء الله يا حبيبي تاخد البطوله. انت عارف بنتي نفسها تتعلم ملاكمه عشان تبقى بطله، واي حد يضربها تضربه بالبوكس هي كمان. بجد؟ بس دي لعبه ولادة اكتر. لا عادي، انتوا عارفين احنا معانا بنت شاطره جدا بتعرف تضرب بالبوكس، دي خلاص قربت يطلع لها عضلات. عضلات؟ لا، البنات كده حلوين. عضلات ايه؟ هيبقى شكلهم زي الولاد. والله عايزه اشوف بناتك واتعرف عليهم. دلوقتي ينزلوا، هما بيلفوا يشتروا شويه حاجات، وانا قلت بقى ارتاح شويه واشرب قهوه. خلاص بعد اذنك بقى يا عمو، تعالي معايا يا ماما عشان عايزه اوريكي حاجه. طيب اطلع انت، انا هشرب القهوه بتاعتي واجي معاك. ماشي يا ماما، بعد اذنك يا عمو نادر. تعالي نقعد بقى لحد ما تخلصي فنجان القهوه وانا كمان، ونبقى نقوم نتمشى، ويكون البنات نزلوا عشان تسلمي عليهم. ماشي يا نادر. قولي لي بقى، بتشتغلي ولا بتعملي ايه؟ انت كان طموحاتك انك تشتغلي وتفتحي شركه كبيره. لا، ولا بشتغل ولا حاجه، حتى المكتب الهندسي بتاع جوزي الله يرحمه مش انا اللي بشغله، في مهندسين شغالين فيه وانا بتابعهم من بعيد كده. ايه ده؟ مكتب هندسه مقاولات؟ ايوه. طيب والله كويس، انا عندي شركه مقاولات كبيره، يعني ممكن يكون في تعاون بينا. والله بجد؟ يا ريت. خلاص هاجي المكتب ونتفق نشوف هنبتدي شغل ازاي، او تيجي عندي في الشركه. خلاص اتفقنا يا نادر. تعالي ننزل من على السلم ده ونروح لبابا في الكافيه. ايه ده؟ مش ممكن. اياد، ازيك يا اياد يا بطل الملاكمة؟ فريده، رنا، بتعملوا ايه هنا؟ جينا مع بابا عشان بنشتري شوية حاجات، وبعد كده هنروح نقعد في النادي وهنتفسح. وانت بتعمل ايه؟ كنت بشتري حاجه للكمبيوتر وجيت انا وماما، احنا رحنا النادي وكانت بتسال عليكم وما لقيناكمش، اصلها كانت عايزه تشوفكم. هي فين؟ عايزين نسلم عليها، وكمان عايزاك تيجي تسلم على بابا وتتعرف عليه، ده كان مبسوط منك جدا من الموقف اللي انت عملته. وبيقول عليك ولد مؤدب. قال عليا ولد مؤدب بس ما قالش ان انا بطل. قال عليك بطل يا سيدي. يلا تعالى قول لنا ماما فين، عايزه اسلم عليها، وبعد كده هنروح نسلم على بابا. ماما قاعده في الكافيه بتشرب قهوه، تعالوا معايا. بابا كمان بيشرب قهوه في الكافيه. طيب كويس، عشان نعرفهم على بعض. ايه ده؟ مش ممكن. ايه ده؟ مالكم واقفين مصدومين كده ليه؟
ماما قاعدة هناك اهي.